الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. الله أكبر ولله الحمد. الله ايش رابط واير بين الجوال؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ممكن الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. يحيى يونس ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. لا ليش هنكلم؟ ما ادري هو ويتجنب الأشقى رب الحبل الذي يصلى النار الكبرى. دار شيخ محمد. ثم
بس بس إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر دعم يسحب. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قد أفلح من تزكى والصلاة صلاة لا ولا صلي معنا وذكر اسم ربه فصلى جبنا نصلي على أغف بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى يونس بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى السلام ورحمة الله وبركاته. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة جامعا الصلاة قائما صلاة عيد الأضحى والإمام يرحمكم الله إخواني صلاة العيد إن شاء الله تعالى ركعتان في الركعة الأولى 7 تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام في الركعة الثانية 5 تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام وإن شاء الله تعالى بعدها خطبة عيد الأضحى ونرجو من الأخوة جميعا عدم الخروج لانتهاء الصلاة. الاستماع لخطبة العيد كان من هدي الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز ولا يصح أنه المسلم مجرد أن يقضي صلاة العيد بس التليفون تجلسون وهذا موقف سنسجله عند الله سبحانه وتعالى. صورة حبيبي. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. يا صفحة عدت يا صفحة خليها المنظمة الله أكبر 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 ما وقف الحجيج على عرفات الله أكبر كلما نزلت على من صام يوم عرفة الحسنات
جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله غيره ولا شيء قبله ولا شيء بعده. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وإن العاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله أنيس المتوجعين والصابرين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وسويداء قلوبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن التقوى شعار المؤمنين ودفاع الصالحين ووصية الله في وفيكم وفي الخلق أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أما بعد، فيا أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يا من كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ها نحن اليوم نعيش في يوم من أيام الله، يوم عظيم خصه الله سبحانه وتعالى مكافأة وجائزة للواقفين على عرفات، للطائفين في البيت العتيق. جعله الله سبحانه وتعالى فرحة للذين صاموا يوم عرفات، يوم عظيم أغر، منحة من الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لكم يا من صمتم عرفات، وهنيئا ثم هنيئا لمن وقف على صعيد عرفات. والله أيها الكرام، إنني في حيرة من أمري، كيف أبدأ بموضوع العيد؟ كيف أتكلم عن هذا اليوم الأغر العظيم من غير المرور على غزة العزة؟ وما أدراك ما غزة؟ فغزة مختلفة عن العالم، كل المدائن صبحها بسام، وصباح عيدك ثوبه الآلام. كل المدائن صبحها بسام، وصباح عيدك ثوبه الآلام. أطفال غيرك داعبوا أحلامهم، أطفال غيرك داعبوا أحلامهم، وعدا على أطفالك الظلام. ورجال غيرك أغمضوا أجفانهم، ورجال غيرك أغمضوا أجفانهم. وأبات ضيمك في الثغور قيام، يا مبتلات العصر كل عفيفة، يا مبتلات العصر كل عفيفة، لبست كثوبك لا تكاد تنام. تأتي الخطوب على مراتب أهلها، ولكل شيء في الحياة مقام. أنت حسين آخر أنصاره، أنت حسين آخر أنصاره، رفعت لهم في طفه أعلام. فتسلقي مجد الخلود وحيدة، فتسلقي مجد الخلود وحيدة، بيديك يزهو مصحف وحسام. يا راية الشرف المصان، يا راية الشرف المصان بأهله. هكذا تتعملق الأجرام
موتي بأحضان الجهاد شهيدة، موتي بأحضان الجهاد شهيدة، سيقوم فوق رفاتك الإسلام. إنها غزة أيها الكرام. إن كان أطفالنا في هذا اليوم ينتظرون عودة آبائهم، فإن الأطفال في غزة قد فقدوا الآباء. وإن كان الأطفال في عيدنا اليوم ينتظرون عودة أمهاتهم، فإن أمهاتهم هنالك قد غيبها الموت. وإن كانت عوائلنا تنتظر العودة من صلاة عيد الأضحى لنجتمع على لذيذ الطعام، فإن أهلكم في غزة قد حرموا الطعام وعاشوا على الفتات، وقد حرموا الشراب، وقد تلوعوا من شدة العطش. يا الله يا الله، هنالك التضحية وهنا الأضحية. أيها الأخ الغالي والحبيب، نستذكر في يوم عيدنا الأغر قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام، ولا أريد أن أطيل بذكر القصص فقد سمعناها ونحن أطفال، ولكن أعرني قلبك أيها المبارك، أعرني قلبك قبل سمعك، وتعال معي بجولة سريعة خاطفة على عائلة امتثلت بأوامر الله. إبراهيم عليه السلام قد عانى وقد تلوع من الحرمان، فما رزق بذرية إلا بعد أن وصل على مشارف نهاية حياته. بلاء فوق بلاء فوق بلاء، ابتلاه ربنا بكلمات فأتمهن، ثم بعد ذلك جعله للناس إماما. يرزقه الله سبحانه وتعالى بولد بعد طول انتظار، وأسأل الله أن يرزق كل محبوب. يرزقه ربنا بولد بعد طول انتظار وحرمان، ثم بعد ذلك يأتيه الأمر أن يخرج أهلك ويأتيهم إلى واد غير يخرج مسرعا لتنفيذ ما أمره الله به. تسأله هاجر فلا يهون ولا يجيب، تسأله الثانية والثالثة، أهو من عندك أم من الله؟ واستمع أيها الغالي إلى هذا الحوار بين الزوجة الصالحة والزوج الصالح. يا إبراهيم، هل هو من عندك أم من الله؟ فأجابها جوابا سطره المتوكلون على مدى التاريخ. أجابها إجابة متوكل على الله، بل هو من عند الله. فقالت له: يا إبراهيم، والله لن يضيعنا الله. هذا المتوكل على الله لن يضيعه الله. الأمة التي تتوكل على ربها لن يضيعها الله. المجاهدون في غزة يتوكلون على ربهم، والله لن يضيعهم الله. الموظف يخرج إلى عمله متوكلا على الله، لن يضيعه الله. وتمر السنون ويكبر إسماعيل، ثم يغادر إبراهيم، ويكبر ابنه إسماعيل، ويأتيه أمر من الله أن يا إبراهيم اذبح ولدك، هذا الولد الذي طال انتظاره، هذا الولد الذي عاش والداه الحرمان. تعالوا اذبح ابنك. احنا اليوم ما نريد من الأمهات يذبحون ابنائهم، نريد الآباء يجيبون ابنائهم في الجوامع،
الآباء يربون أبنائهم على الفضيلة، ما يخلون منهم بالبرمودات القصيرة جدا في الشوارع، حاشاكم وحاشا هذه الوجوه طيبة نيرة أن تكون من هذا النوع. يأتيه أمر من الله سبحانه وتعالى، يذهب إبراهيم إلى ولده إسماعيل. واسمع أخي الغالي أيها الأب، اسمع إلى هذا الحوار الآخر. يقول له يا بني، ما قال لك يا ولد تعال، الله قال لي انه ولد تعال. انظر الى هذا الحوار، يا بني كله تربيه وكله عفو ورحمه وتسامح. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك الله بعد تراه. سيدنا ابراهيم عليه السلام هو كان متوكل على رب العالمين، وكان خلاص الامر جاري، سواء اسماعيل قال ايه او لا وحاشاه ان يقول، ولكن انظر أراد أن يعلم ولده على المشاورة، على التسليم لله سبحانه وتعالى. وانظر إلى جواب الابن البار، يا أبت افعل ما تؤمر. جاء بتاء الاحترام، بتاء التودد والتلطف. يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وما قال ستجدني إن شاء الله صابرا، قال من الصابرين، دليل على حب العمل الجماعي، على التوكل بالجماعة والمجموعة. لما أسلما وتله، السماء أي خلص استسلموا ووكلوا أمرهم إلى الله. وكم تحتاج الأمة اليوم أيها الكرام، كم تحتاج الأمة اليوم أن تسلم أمرها إلى الله. كم نحتاج اليوم من شبابنا أن يسلموا أمرهم إلى الله. كم نحتاج من الأمم أن تسلم أمرها إلى الله. كم نحتاج من الزوجة أن تسلم أمرها إلى الله. كم نحتاج من الموظف أن يسلم أمره إلى الله. كم نحتاج من المقاولين أن يسلموا أمرهم إلى الله، من البنات، من المهندسين. فلما أسلما وتله إلى الجبين، كيف جاءت النتيجة عندما قبل الأب والابن؟ جاءت النتيجة بفضل الله بذبح عظيم. هكذا تكون النتائج أيها الكرام. والحقيقة، وأعني قلبك أخي الكريم، عندما أراد الله سبحانه وتعالى من إبراهيم أن يذبح إسماعيل، فلو ذبحه لكانت النهاية أن إبراهيم يبقى بلا ذرية. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يبقى ذكر أبانا إبراهيم إلى قيام الساعة. هذا هو نتيجة التسليم إلى أمر الله عز وجل. أيها الكرام، لا أريد أن أطيل عليكم في يوم العيد فيكم الأرض، ولكني أوجه نصائح لنفسي فاسمعوها معي. نصيحتي الأولى في يوم العيد أيها الكرام، إليك يا أخيتي، إليك يا من تبنين المجتمع، إليك يا من تخرجين الرجال. هاجر عليها السلام عندما صبرت ففجرت الأرض من تحت قدمي إسماعيل. الزوجة عندما تقبل بأوامر الله وتنفذها وتكون عونا لزوجها تأتي النتائج مبهرة يبقى ذكرهم إلى قيام الساعة. فإليك يا أخيتي أن تكوني صابرة على دينك ملتزمة بأمر الله سبحانه وتعالى. الله الله في يوم العيد، الحشمة والحشمة والحشمة، الحشمة بالخروج من المنزل، الحشمة بالاختيار، الحشمة بالاجتماع على الموائد المفتوحة. فهذا يوم عيد لا يعني الخروج من الإسلام، بل تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. وإليك أيها الشاب، إليك أيها الغالي والحبيب، إليكم يا معاشر الشباب، يا مليح البلد، من يصلح الزاد إذا لم يحسن. لا يجوز ولا ينبغي لشاب أن يخرج في يوم عيده ولا نفرق بين شاب وشابة.
وحاشا هذه الوجوه أن تكون من هذه النوعيات، ولكن هذا موجود في مجتمعنا. تشبهوا بالنساء بوضع القلائد والقراريط ومساحيق التنجيم. أين هم من إسماعيل؟ أين هم من أبونا إبراهيم عليه السلام، من أبينا إبراهيم؟ أين هم من رجال غزة الذين سطروا 4 بطولات، الذين جعلوا هذا البلاد الغاصب يحيط بزمانهم ويتورط في ورطة ما بعدها ورطة؟ ها هم القدرات، فانظروا إليهم ولا تنظروا إلى غيرهم. فهذه أيام أعياد، ونصيحتي لكل واحد منا أيها الكرام: ولا يحمل الحقد من تعلو به الرتب. وهذا يوم عيد، يوم صفاء القلوب، يوم المسامحة، يوم المصافحة. خلينا في هذا العيد المبارك نعفو عن كل من ظلمنا، عن كل من أساء إلينا. والله أيها الكرام لو صلينا ما صلينا، ولو سجدنا ما سجدنا، ولو اعتمرنا ما اعتمرنا، ونحن نحمل في قلوبنا الغل والحقد، فهذا لا يتناسب في ميزان العدالة الإلهية. لا بد لهذا القلب أن لا يحمل الحقد على أخي المسلم، لا بد أن يكون صافيا لأخيك المسلم. فهذا يوم عيد، يوم فرح وسرور وابتهاج، تأكل الفرحة على المسلمين. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. استغفر الله 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 استغفر الله. الله أكبر 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 كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أيها الكرام، لقد وافق عيدكم في يوم الجمعة، وقد شاع عند بعض الناس في جواز ترك صلاة الجمعة، وقد رتبوا الأمر بعض الناس من البارحة، وقد دورنا كثيرا أن صلاة العيد لا تسقط صلاة الجمعة، وصلاة العيد سنة مؤكدة، وصلاة الجمعة فرض. وعلى قول جمهور أهل العلم أنه لا تسقط صلاة الجمعة. فلذلك أيها الكرام لا يصح للمسلم في يوم عيده إذا وافق يوم جمعة أن يترك صلاة الجمعة ويذهب إلى الولائم والعزائم والأقارب أو إلى السفرات والمنزهات ويترك صلاة الجمعة بحجة أنه صلى صلاة العيد. فلا تصح عليكم صلاة الجمعة أيها الكرام، وإنما جوز النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لمن يسكن خارج المدن ولا يوجد عندهم مسجد أو جامع. ونحن اليوم بفضل الله لا يكاد تكون مسافة كلمة إلا وفيها جامع ومسجد في منطقتنا. الأمر الآخر أيها الكرام، لا بد لنا أن نثبت أننا نسلم أمرنا إلى الله وننقاد إلى أوامره وننتهي بنواهيه. فلا بد لنا اليوم أن نفرح نبينا صلى الله عليه وسلم. فقبل أن نذهب إلى أطفالنا، قبل أن نذهب إلى عوائلنا، لا بد لنا من إرسال رسالة إلى المجاهدين في أرض غزة، إلى الصابرين، إلى المرابطين. لا بد لنا أن نقف اليوم موقف أخ لأخيه، موقف مناصرة، على الله سبحانه وتعالى أن يطلع علينا فينصرنا في موقف نحتاج به إلى النصر. سنقف بعد الانتهاء من الخطبة موقفا نعاين فيه أهلنا في فلسطين، نبعث فيه الرسائل أننا معكم، نتألم لما تتألمون، نحزن عليكم
نرفع أيدينا لهم بالدعاء. لذلك أيها الكرام نهيب بكم، وحتى بالنساء إذا كانوا خارج الساحة أن يقفوا اليوم معنا بعد الخطبة مناصرة لأهل غزة، لنفرح النبي صلى الله عليه وسلم ولنغيظ بذلك أعداء الإسلام، لأننا أمة واحدة، لأننا نعلم بما يعلم له أخانا المسلم. أيها الكرام إني داع فأمنوا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم يا واحد يا أحد، اللهم يا غفور يا صمد، نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك وقد اجتمعت القلوب على طاعتك وتوحدت على نصرة شريعتك، اللهم وفق هذه الرابطة، اللهم أجل الود بين المسلمين يا الله، اللهم واجعل بلدنا عيد خير ونصر وعزة وبركة ورفعة للإسلام والمسلمين. اللهم إننا قد أدينا صلاة العيد، اللهم واجعلنا من المقبولين. اللهم ونسألك يا ربنا أن ترد الحجيج إلى أهله سالمين غانمين وعافينا يا رب العالمين. أستغفر الله لي ولكم، قوموا إلى وقتكم وبعدها عايدوا بعضكم واجعلوها خالصة لوجه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب لك الحمد على الحمد والثناء، فإنا لا نحصي حمدا وثناء يا واسع العطاء. أكرمتنا بعيد وجمعة، يوما تراق الدماء، قربة لك وشكرا لنعمك وتعظيما لشعائرك وتلبية للنداء. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الحضور الكريم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. نرحب بكم في منطقتنا منطقة عرب جبور والبعيثة، ونرحب بكم نيابة عن تجمع أئمة وخطباء المنطقة، ونرحب بكم أحباب الكرام في جامع الحاج كامل العبود الجبوري. فحياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وقفتنا اليوم أحباب الكرام هي نصرة لأهلنا في غزة الذين يبذلون التضحية نيابة عن الأمة. إن إبراهيم كان أمة، وغزة هاشم سليلة إبراهيم إنها تضحي نيابة عن الأمة، فإنهم رأس الرمح وقبضة السيف والشرارة التي انطلقت لتكون صولة الحق على الباطل في 7 من أكتوبر المجيد. في هذا اليوم العظيم يضحي الناس بالأكباش والإبل، وأهل غزة ضحوا بفلذات أكبادهم والمقل. فكانت تضحية الدكتورة آلاء النجار
تضحية منقطعة النظير. إنها ليست أول فلسطينية أو غزاوية تضحي بفلذات كبدها، ولكنها كانت الرقم الأكبر في هذه التضحية، ولها الحظ الأعظم في هذا الألم، فكانت بحق خنساء عصرنا. فتحية لها هذه الأم التي ضحت ب9 من أولادها، فصارت المثل الأعلى في فلسطين عامة وفي غزة خاصة، وللأمة كلها بل وللإنسانية جمعاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن ما يتعرض له شعب غزة منذ أكثر من 600 يوم جريمة لا يمكن السكوت عنها. إنها ليست حرب، إنها إبادة وحشية عنصرية تحمل كل معاني الحقد والغل والإجرام. أطفال يحرقون ويقصفون، تتناثر أشلاءهم لتصعد إلى أعنان السماء، وكأنها تسبق أرواحهم إلى الجنة فتكون في حواصل طيور الجنة في ظل عرش الرحمن. هذه الأجساد التي تناثرت سبقت أرواحهم إلى الجنة، فلا بد من قول الحق وعدم السكوت باتجاه هذه الجرائم. فرط السكوت على فرط الأذى سقم، قد يسكت الجرح لكن ينطق الألم، ومعقل الظلم أيا كان صاحبه لا بد يوما على أهله ينهزم. فقل لعتاة الأرض ومن غشموا ومن طغوا قبلكم في الأرض أين هم؟ فرط السكوت على فرط الأذى سقم، قد يسكت العقل لكن تصرخ الشيم. إن للصبر حدا عند صاحبه، إن للصبر حدا عند صاحبه، ومن بعده تستوي الأنوار والظلم. نقف اليوم هذا الموقف نصرة لإخواننا في غزة، لنقف معهم في وجه الظلم والعدوان، نقف معهم ضد حملة التجويع والتهجير والتطهير العرقي الذي لا يمثل ذرة من الإنسانية. نعم، إنها حملة إبادة منظمة ضد أهل غزة،
خاصة وفلسطين عامة، فما يحدث في الضفة الغربية ليس ببعيد عن ما يحدث في غزة، فإنها جريمة منظمة ارتكبها أبشع من وجد على هذه الأرض ومن يمثلون هذا الكيان الغاصب، هذا الكيان المحتل، هذا الكيان المعتدي. ومن هذا المنبر ومن هذا المكان نطالب المجتمع الدولي بالتدخل والتحرك الفوري لإيقاف هذه الجرائم وهذه الإبادة، والعمل على إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. وفي نفس الوقت تثمن مشاعر ومساعي الشعوب الغربية في أوروبا وأمريكا من حركتهم الإنسانية، تثمن إنسانيتهم بأنهم تحركوا وهم يقفون هذه الوقفات وهذه المسيرات الاحتجاجية المناهضة للكيان الصهيوني. وفي عيد الأضحى ونحن نتذكر تضحية إبراهيم وولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، نتعلم منهم الدروس في الإيمان والطاعة الثقة بالله عز وجل. ولكن في غزة اليوم يتعرض الأطفال والنساء والرجال للقتل والتهجير والتجويع، فلا بد من فتح المعابر وإدخال المساعدات الطبية والغذائية والإنسانية وكافة المستلزمات. لذلك نحن نرفع هذه المطالب ونكررها ونؤكدها أنها فتح المعابر وإيقاف هذه الحرب وإتمام صفقة التبادل، ونطالب بالعدالة والحرية للشعب الفلسطيني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. تكبير، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسجل هذه الوقفة في صحائف أعمالنا، وأن يجعلها شاهدة لنا يوم العرض عليه في وسط هذا السكوت الذي يخيم على العالم الإسلامي وهم يشاهدون هذه الجرائم اليومية والعالم في معزل تماما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في غزة وأن يكون لهم حصنا حصينا وسندا وناصرا ومعينا. تكبير، يا حماس يا قسام، يا حماس يا قسام، يا حماس يا قسام، غزة بيكم ما تنضام، وبعون المولى ما تنضام، بيدو النادن والحاخام وبيدوها الصهيونية وتبا تبا للتجويع، تبا للتجويع، وتبا تبا للتطبيع، تبا للتطبيع، قاضيتنا مو للبيع، وحارسها القسامية. تكبير، الله أكبر ولله الحمد. إخواني الكرام، شاكرين وقفتكم معنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيض وجوهكم
وأن يبارك لكم في يوم عيدكم، وأن يجعله عيد نصر وعزة وتمكين لإخواننا في غزة. هنيئا لكم هذا الموقف المشرف في أول أيام النحر، وأنتم تناصرون به قوما قتلوا لأنهم يشهدون أنه لا إله إلا الله، قتلوا لأنهم يدافعون عن مسرى رسول الله، فأنتم شركاء معهم بإذن الله تعالى. وأسأل الله أن يهزم اليهود شر هزيمة، وأن ينصر المسلمين عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم. أسأل الله أن يعيد عليكم العيد أعواما عديدة. كل عام وأنتم بخير. أيامكم سعيدة وكل عام وانتم بخير. تقبل الله طاعات إن شاء الله. نشوفكم حجاج على جبل عرفات بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.